كوكو ميزامي، واش حوالكم؟ صافا لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفه جديده على قناتي. حندير لي كيش نحشيهم بالسلق، وصفه اقتصاديه وتوالم شهر رمضان الكريم. الوصفه هذه عباره عن عندنا 100 غرام مارغرين، نحطوها في اناء ونزيد لها 250 غرام فرينه، نخدموها بالاصابع كيما صابلي حتى تذوب لنا الزبده في الفرينه. الفرينه نحطوها بالتدريج حتى نكملوا الكميه. نخدمها بالاصابع ونزيد لها توابل اختياريه. انا درت ملح، فلفل اسود، وشويه فلفل احمر، وشويه توابل الدجاج. نخلطوهم مع بعضهم ونزيد لها بيضه كامله. ونخلط الخليط تاعنا حتى تولي لنا عجينه. كيما انا هنا العجينه تاعي ما تلمتليش، زدت لها مغرفه تامه. نخلط مليح حتى يتمازج الخليط تاعنا. دبشه اختياريه تمدلنا لون في العجينه، واكيد بنه. اللي يحب يدير معدنوس اختياري، كل وحده واش تحب تحط لها. نلم العجينه تاعنا مليح ثم نخليها تريح في الثلاجة حوالي نصف ساعة، من بعد نخدم بها. وصفة اقتصادية وبنينة ونلقاوها في جميع الأيام، نقدروا نستعملوها. من العجينة هذه نحبوا نطيبوها نص طياب ونخبيوها، ولا استعمال مباشر. بعد ما تريح العجينة تاعنا نجبدها من الثلاجة، أكيد تكون مغطية كيس أو بابي فيلم، ونبدأ نخدم بها. بعد ما ريحت نوزنها حوالي 30 جرام، كل حبة 30 جرام. نحاول نوزن الحبات كامل، من بعد نبدأ نخدم باه تجيني سهلة. تخرج لنا هنا حوالي 14 حبة هكاك، ونبدأ نخدم
ونثقبها من كي نحطوها في الفرن الزيت تطلع. نثقبها كامل ونحطها طيب كل وحده والفرن تاعها سيدتي. طيبوهم من تحت ونخبيوهم. انا هنا طيبتهم نص طياب ومن بعد حشيتهم. الحشو عندنا هنا سلق وعندنا بصل وتوابل. انا هنا السلق تاعي كنت مخبيته من قبل مجمد وجبدته كي احتجته جبدته. اكيد ماشي كيما يكون سلق جديد، راه يعطينا بنة خير من هكا. عندنا هنايا زيت، بصلة مفرومة، وعندنا فلفل حار يتقلاو مليح، ونزيد لهم شويه توابل. عندنا ملح، التوابل اللي استعملت في العجينه حطيتها نفسها. نطيب السلق مليح ونخليه يبرد. الحشو اختياري، اللي عندها الدجاج دير الدجاج، لحم، سلق، خضار. المهم الحشو هنا كيما تحبوا ديروه. اللي يحب يدير طون العظام كيما تحبوا. الكيش العجينة اي نفسها، والحشو اختياري. الشي اللي عندك في البيت تقدري تستعمليه اختي العزيزة. هنا نحطو السلق، ودركا راح ندير واحد الصوص بنينة. عندنا هي عبارة عن صوص بيشاميل زيت فرماج. عندنا هنا انا درت استعملت كمية قليلة خلاص. درت مغرفة صغيرة تاع زبدة ومغرفة تاع فرينة وكويس حليب، وزدت له توابل، وزدت له عظمة وفرماج، وفي الاخير درت له ثوم. هذه الصوص اسمها صوص مورني، اللي هي عبارة عن بيشاميل زيت جبن زيت صفار بيضة، وفي الاخير نحطوا لها فلفل اسود وشوية جوز الطيب. انا درتها على طريقتي، درت بيضة كاملة ما درتش الصفار، والتوابل زدت كيما نشتي انا. الخليط تاعنا نخلطوه مليح ونخليه شويه جاري، ونحطوه فوق السلق تاعنا. ودرك هنا تزيين اختياري، اللي يحب يزيد لها الفرماج، اللي يحب يزيد لها الزيتون، كل واحد واش يحب يحط لها. اللي يحب يحط لها طماطم كرزيه. هنا تزيين اختياري، كل وحده واش تحب تحط. واكيد كل ما تزيدوا تزيد زيد في البنه. هنا نحطوهم يكملوا يطيبوا. حنطيبها من فوق، من هنا طيبتها من تحت وخلاص. هذه هي الوصفة تاع اليوم تاعنا، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية وتوالم بزاف شهر رمضان الكريم. هنا عندي شكل اخر، درت هنا ليمون يجيو مشرشفين على شكل حوتة ولا زورق. المهم درت له السلق ودرت له فرماج فقط، ما درتش صوص قبيل. المهم هنا الحشو يبقى ديما كيما تحبوا نتوما اختياري. المهم تلقاو ان شاء الله في فيديو الجاي، وما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك وشويه تعليقات. المهم الوصفه هذه تقدروا تخبيوها كيما قلت لكم، طيبوها نصف طياب وتخبيوها في الثلاجه
كيما تحبوا. تجبدوها ديروا لها الحشو وخلاص. وصفة سهلة وبسيطة، اهم حاجة اقتصادية. المهم تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة. باي.